يا صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم الحد، يوم الفري، ان شاء الله نقضي يوم حلو مع بعض. استنوا خليكم معانا في الفيديو. قلت بقى هاخدكم معايا السوق. المفروض ان انا هطلع الاربع ادوار دولي وانزل كمان اربعة عشان اعدي الطريق الناحية التانية عشان ادخل السوق. هنا كنا حوالي الساعة 9:30 كده. يا صباح الفل عليكم بقى، حطوا لنا اللايك واشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفونا. قلت بقى اجيب شوية خضار كده واجيب فطار لماما عشان تفطر يعني بالهنا كده. وانا طبعا النهاردة اليوم الفري، فطبعا مش هعرف اكل ولا اشرب الا لغاية ما اوزن. جبت بقى فضلة خيركم كده، ربنا يزيدنا من نعيمه. جبت بطاطا وفلفل وجبت طماطم، جبت بطاطس وجبت خيار وجبت كوسة وجبت عيش وجبت طعمية عشان ماما تفطر بالهنا والشفا هي ومحمد. وبعدين احضر نفسي انزل عشان اروح للدكتور ونشوف بقى هنخس كام كيلو. ودلوقتي الوقت المنتظر، دلوقتي انا نازله رايحه للدكتور عشان نوزن ونشوف وصلنا لايه وخسينا كام كيلو. طبعا هتلاقيني غيرت اللبس عن الصبح، لان بعد ما رجعت من السوق كده قلت اغير، لان في طقم واحد بخصصه ليه عشان اللبس الشتوي طبعا بيوزن. فبروح باللبس اللي انا اقيس بيه اول مره عشان بيبقى فيه فرق، عشان ما اسمعش كلام يعني ملهوش لازمه. فبحترم نفسي من اولها يعني. فتعالوا معايا بقى نقضي اليوم برا شوية وبعدين نرجع نشوف ايه. ماما تسلم ايديها، ربنا يخليها يا رب وما يحرمنيش منها ابدا ابدا، وتفضل معايا العمر كله كله. هي اللي عامله لي النهارده الفري، عامله لنا بقى محشي النهارده وعامله لنا فرخه محشيه كده جميله جميله. طبعا نفسي في الاكل ونفسي اكل جعانه وعامله لنا الحلو كمان، صينيه جلاش في الحلو كده. تسلم ايديها. تسلم ايدك يا ست الكل، يا اللي على راسي من فوق. ومهما اقول في حقك مش هقدر اوفي نص اللي انت عملتيه معايا ومن بعد كل اللي انا مريت بيه. يلا بينا نمشي ونشوف بقى، نروح للدكتور ونحضر يقول لنا ايه. طالعة بقى هنا عند الدكتور وربنا يستر، كان يوم بقى صعب جدا ليه انا فضلت منتظرة. وبعدين خسيت 2 كيلو، بس كان قاعد بقى يزعق عشان في ناس ما خسيتش، كنت خايفة جدا وقلقانة. فخسيت بقى 2 كيلو، بقيت 79 كيلو. مبسوطة جدا بقى، اشوفكم في فيديو جديد. هو كان حاجة قصيرة كده بس قلت هشارككم.